مساء الخير، يسعد مساكم. اليوم فيديو جديد رح نحكي فيه عن موضوع كتير كان شائك بكرة القدم السورية خلال الأيام القليلة الماضية، موضوع نادي الوحدة وإغلاق نافذة التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. أزمة بتسجيل نادي الوحدة للاعبينه، هاي الأزمة كيف رح تنحل، وين وصل الحل فيها، وشو سبب هذا التأخير، وهل سيتمكن نادي الوحدة من تسجيل لاعبينه؟ هذا رح نسمعه هلأ بالفيديو التالي. قبل ما ندخل بالتفاصيل ما ننسى نشترك بالقناة ونفعل زر الجرس. مساء الخير من جديد. مثل ما حكينا، أزمة نادي الوحدة، الأزمة الكل بيعرفها، والكل صار عنده فكرة كاملة عن الموضوع، أو بدي أقول فكرة جزئية، إنه نادي الوحدة ممنوع من التعاقدات أو ممنوع من تسجيل اللاعبين على برنامج الفيفا كونكت، وهو البرنامج الخاص باللاعبين المحترفين في الدوري السوري، وبالإضافة إلى النوافذ الثانية سواء كانت مسابقة آسيوية أو عربية أو غيره. المهم اللي صار بالضبط هو أنه المدرب اليوغوسلافي أو الصربي كان له حقوق لنادي الوحدة راتب شهر، وهو البالغ قيمته حوالي $4000 أمريكي، ولكن هذا الموضوع كان تعاقد مع هذا المدرب بعهد إدارة الكابتن أنور عبد الحي. بعد ما إدارة الكابتن أنور استقالت، المدرب غادر بسبب عدم التعامل معه من الإدارة اللاحقة وعدم تسديد مستحقاته المالية على حد تعبير المدرب أو على حد تعبير إدارة الكابتن أنور عبد الحي. المدرب لجأ إلى محكمة الكأس الدولية وقدم شكوى للفيفا بخصوص المبلغ اللي راتبه الشهري أو مجموعة الرواتب الشهرية. المبلغ بلش $4000 تجاهل إيميل ضاع بين أمين سر سابق، أمين سر لاحق غير موجود، ما حدا مشيك على الإيميل تبع نادي الوحدة، ما حدا بيعرف شو كان عم بصير. كان عم تنبعت إيميلات إنه المدرب قدم شكوى، المدرب عمل، المدرب اشتغل من قبل المحكمة، ولكن ما كان في إجابة أبدا. لا يوصل الحكم النهائي لاتحاد كرة القدم بمبلغ $68,000 أمريكي تعاقب نادي الوحدة، أو كان الحكم على نادي الوحدة بالمبلغ. القصة أنه كانت الإدارة الحالية بقيادة السيد غياث دباس عم تتواصل مع المدرب لتسديد المبلغ، كان عم يرد على الاتصالات، ولكن بعد ما تم تقديم منحة مالية من الأستاذ فراس معلة رئيس الاتحاد الرياضي العام لنادي الوحدة بقيمة 500 مليون ليرة سورية، وكان سبق في منحة مالية 400 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المخالفة. المدرب بطل يرد على الاتصالات، ما كان عم يجيب، ما كان عم يرد على أي حدا، رغم أنه المبلغ تسدد وتحول، ولكن المدرب لم يجيب على اتصالات أي أحد، ما كان في تواصل معه أبدا بالوقت اللي كانت الأشخاص عم تتواصل معه، ولكن المدرب بهذا الوقت بطل يرد على حدا. بعدها النافذة لساتها مسكرة، النافذة ما فتحت لاعبي نادي الوحدة، ما تمكنوا النادي الوحدة ما تمكن من تسجيل لاعبينه على النافذة، وبالتالي نادي الوحدة لم يتمكن من اللعب في منافسات الدوري السوري بالمراحل الثلاثة الأولى. هذا الشيء اللي خلى اتحاد كرة القدم يصدر قرار بتأجيل مباريات نادي الوحدة حتى إشعار آخر. شو اللي رح يصير؟ الفيفا بتعطي مهلة 5 أيام للمدرب، في حال ما رد على الاتصالات يتم ايداع المبلغ بحساب المدرب، والفيفا بتاخذ قرارها وبتفتح النافذه كون نادي الوحده نفذ الشيء المطلوب منه او نفذ الحكم. السؤال اللي بيطرح نفسه انه فتره الانتقالات اغلقت ب 6/11/2024 عند الساعه 12 ليلا. بعد هي الفتره هل رح يتمكن نادي الوحده من تسجيل لاعبينه، ولا راح يكفي الدوري بلاعبين الشباب او المراحل العمريه او الاولمبي او اللاعبين اللي هن موجودين؟ اليوم نادي الوحده يمتلك 14 لاعب جديد، يعني بين تجديد عقود وخمسه اللي سمحت فيهم لجنه الاحتراف. الموضوع يعني ما نو اكيد بسيط، ولكن كمان ما نو صعب. اكيد كان في اجراءات وقائيه اتخذت من قبل امانه السر باتحاد كره القدم باشراف الاستاذ مازن دقوري. الاجراءات هي على النحو التالي: اللاعبين تسجلوا، يعني اللاعبين كلهم تسجلوا
على البرنامج، ولكن على الليست ويتنج، يعني على تحت الانتظار حتى فتح النافذه. مجرد فتح النافذه فاللاعبين اوتوماتيكيا رح ينزلوا على البرنامج. فهون ما هي المشكله الكبيره اليوم. الشيء اللي عم يكون عائق هو انتظار رد المدرب، يعني انتظار الجواب من المدرب لحتى يرد على اتصالات نادي الوحدة أو على الفيفا بأنه المبلغ صار موجود وبإمكانه استلامه والدعوة انتهت. يعني الكل ناطر رد المدرب. هذا التأخير كان سببه المدرب وليس سببه بدي اقول اتحاد كرة القدم او نادي الوحدة. انا هون طبعا ماني عم دافع عن حدا عشان ما حدا يفهم كلامي انه هو دفاع عن نادي الوحدة او عن الاتحاد، لا ابدا ابدا، بس نحن عم نحكي الحقيقة كما وردت، عم نحكي الحقيقة بتفاصيلها. هلا ممكن حدا من المشاهدين او المتابعين يقول انه طب نادي جبلة، نادي اهلي حلب، نادي الطليعة، بكلام ممكن منطقي 100%، ولكن المشكلة التأخير بالتسديد كان من قبل إدارة نادي الوحدة، وهي تتحمل مسؤولية هذا الشيء انه تأخروا بالتسديد. ولكن مثلا بدنا نحكي عن نادي اهلي حلب كان عم يسد كل زمامه المالية قبل بداية الدوري، وعم يتمكن من تسديد كافة الديون سواء لاعبين داخلية او خارجية، وعم يتمكن من تسديد ديونه، وعم يشارك. نادي جبلة ايضا ما لعب اول مرحلة ولكن تجاوز هذا الموضوع وسدد المبلغ المترتب عليه. كذلك الامر ينطبق على نادي الطليعة. وما بننسى دور الاتحاد الرياضي العام، دور رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ فراس معلق اللي كان عم يعطي منح مالية لكل هي الأندية لحتى تسدد التزاماتها، بالإضافة لأندية ثانية. يعني هون المشكلة تتحملها إدارة نادي الوحدة الحالية. ما بدي أقول هن بده يحملوا أعباء الإدارة السابقة، ولكن دائما أي شخص بيجي بموقع مسؤولية بعد الشخص اللي بيكون موجود، يعني مفروض أنه يحمل مسؤوليات كل ما سبق، حتى ممكن ما يكون ذنبه، ولكن اليوم هو بموضع المسؤولية وهو أمام مساءلة قدام جمهوره، قدام الناس اللي وثقت فيه. فبالتالي كان المفروض يتم تسديد المبلغ قبل بداية الدوري. أتوقع بعد المرحلة الثالثة رح يكون في توقف لمدة 10 أيام. نادي الوحدة رح يلعب مبارياته المؤجلة بهاي الفترة، بالإضافة للأندية اللي تأجلت مبارياتها رح يتم، ورح ندخل على المرحلة الرابعة إن شاء الله بدوري مكتمل للمباريات، مكتمل للعناصر الموجودة، وإن شاء الله بيكون الأمور مشيت بالطريقة الصحيحة. هذا هو سبب التأخير. وبأكد انه لاعبين نادي الوحدة رح يتمكن، او نادي الوحدة رح يتمكن من تسجيل لاعبين، لانه اللاعبين تلقائيا مسجلين ومرفوع عقودهم، ولكن بانتظار فتح النافذة. واكيد في فيفا على علم بهذا الشيء طبعا وموجود هذا الشيء عندهم، فرح يعطوا استثناء لنادي الوحدة بتسجيل اللاعبين على برنامج الفيفا كونكت. هذا كان فيديو اليوم، حبينا نحطكم بالتفاصيل، حبينا نحكي التفاصيل الدقيقة اللي ممكن تكون غايبة على البعض او ممكن البعض ما يعرف فيها. يعني حتى انا بستغرب بعض المنشورات من بعض الاعلاميين اللي كلهم نجل لهم كل الحب والاحترام اكيد، ولكن نتمنى شوي يكون في شوية ثقافة، نسأل عن الموضوع، يعني نحكي، نسأل مع الاشخاص المختصة، نسأل كيف ممكن يكون تسجيل، هل سيمكن، ما بيصير قبل ما نكتب اي بوست او قبل ما نحكي اي كلمة، نتوعى للشيء اللي عم نحكيه، نعرف معلش الكلمة اللي بدنا نحكيها، لأنه كل شخص له متابعينه، له الناس اللي بتحضره، وأكيد بتوثق برأيه وبتوثق بكلامه وممكن تتبناه. فبنتمنى ناخذ الحذر، ونتمنى دائما نجيب المعلومة من مصدر الصحيح. كل الحب والاحترام لكم، وشكرا لمتابعتكم.